ملي دخلت عنده لقيتو فرحان وتبدل، قال لي راه نهار الاثنين غادي نخرج. الشوبي كان صاحب القلب الكبير، وكان أيضا ملما ومدافعا عن قضايا كثيرة. السي محمد الشوبي، السي محمد الزميل، السي محمد الصديق، السي محمد الأخ، السي محمد الفنان، السي محمد المثقف. العشرة طويلة ما يفوق عن 30 سنة ديال العشرة الحقيقية وديال الاشتغال. والسي محمد راه غادي يبقى دائما راسخ في الاذهان ديالنا وفي القلوب ديالنا، ماشي غير انا، عند الكثير من الفنانه وكثير من المواطنين المحبين ديالو، لانه كان مثقف بالمعنى الحقيقي. كان مثقف وفنان من العيار الثقيل. تغمده الله برحمته الواسعه واسكنه فسيح جنته. اخذ اللحظات معاه تقريبا واحد الاسبوعين في المستشفى العسكري، لانني كنت كنزورو باستمرار المستشفى العسكري وكنتبع الحاله ديالو الصحيه. ومن هذا المنبر او هذه المنابر انا كنشكر يعني الطاقم الطبي العسكري اللي كان كيسهر على الحاله الصحيه ديالو بكل التفاصيل ديالها. ولله ما اعطى ولله ما اخذ، انا لله وانا اليه راجعون. الحوار كان دار بينكم اخر حوار كان دار في المستشفى العسكري. كانت عنده واحد الفرحه كبيره، يعني تنقول لك هذه واحد اسبوعين واحد الفرحه كبيره. جيت عنده اظن كان يوم السبت، وجيت عنده وكان جاو عنده الطاقم الطبي وقالوا ليه راه نهار الاثنين غادي تخرج. وكانت عنده واحد الفرحه كبيره. ملي دخلت عنده لقيتو فرحان وتبدل، قال لي راه نهار الاثنين غادي نخرج. انا لله وانا اليه راجعون. وحنايا اليوم حاضرين في الجنازه ديال الصديق والاخ محمد الشوبي الله يرحمه. اليوم في الحقيقه فقدنا فنان اللي غاب شويه على الساحه لانه كان مريض، ولكن واخا كان مريض كان كيحاول يقاوم ويحاول، لان كان متشبث بالحياه، متشبث بالفن، يعني هو خريج ديال المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، من الدفعات المؤسسه يعني للتشخيص في المغرب الله يرحمه. السينما والمسرح وايضا التلفزيون في عزاء، وايضا القلم لانه كان كيكتب، كان قارئ كبير، وكان ايضا ملما ومدافعا عن قضايا كثيره، ولا قضايا تهم الانسان الله يرحمه. الله يرحمه. كان مناضل مسكين، كان مناضل قوي جدا، يعني كان منتصر لحقوق الانسان وايضا منتصر للتكوين والتربيه الفنيه. كاينه ذكريات ديالو في الدار الكبيره؟ الدار الكبيره، وي الدار الكبيره اللي زاداك، يعني اش غادي نقول لك، كنا دايرينه يعني في اللائحه ديال يكون عنده لقاء مع الطلبه اللي هما الان كيتابعوا الدراسه باش يشوفوا يعني الخريجين اللي كانوا قبل منهم، المسيره ديالهم، الصعوبات وايضا الانجازات. يعني الله يرحمه الله يرحمه. الله اكبر. كيفاش لقيتو الخبر؟ وتلقينا ككل المغاربه، يعني فنان في المستوى ديال السي الشوبي، مشخص كبير مقتدر، يعني اللي كانت عنده واحد الغيره كبيره على الميدان الفني، وكان كيدير كل مجهوده باش انه يقدم دائما اعمال اللي تكون في المستوى. زياده على ان اسم محمد الشوبي الله يرحمه كان مسكون ومهووس بالفن، مشخص كبير. زياده على انه هو كفنان كنرجعوا كنلقاو اسم محمد الشوبي الانسان اللي كان يحب الجميع والجميع يحبه. اسم محمد الشوبي كان صاحب القلب الكبير اللي ما عمره ما يحقد على شي واحد، متسامح كبير، كان يحب الناس. ونعرفوا الفنان هو خصو يكون انسان قبل كل شيء باش يحس بالاخرين، وهذه الميزه هذه كانت عند سي محمد الشوبي، فنتمنوا ليه المغفره والرحمه من رب العالمين ان شاء الله. باش ما نطولوش كلهم وديال الجمهور كله الله يرحمه ويوسع عليه. كان انسان طيب، كان ممثل كبير اللي كنقدروه ايفيكتيفمون. ودرنا اعمال، يعني اعمال كثيره جميع، واللي فعلا نجات بواحد الصداقه بيناتنا اللي دامت من البدايه ديال العمل. كيف الحضاره؟ هو كيف الجميع، يعني كنا كنتفائلوا مع راسنا، قلنا يمكن شي نهار غادي يوقف على رجليه، ولكن الحمد لله هذا ما بغى الله. اشتغلتوا هو كان كيخدم؟ اي فعلا، هو فين كان كيعاني، ولكن هو ديما
ديما ايفيكتيفون تثبت بالحياه وكيتمنى مازال يدير اعمال كثيره. نتمنوا ليه ما نطولوش عليك الله يخليك. اشتغلتي مع الفنان، يعني اشتغلتي اعمال كثيره، كيفاش كان الشوبي معكم اثناء التصوير في الاعمال؟ ايوا انسان محترف، يعني سيستم بروفيسيونيل، واللي انسان كان كيعرف الوقت ديالو، كيعرف المكان ديالو، وكان كيحترم الفنانين كلهم. هادشي اللي كاين. الله يصبرك، الله يرحمه. طبعا الخبر يعني ما عسى ان اقول لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هو رزق كبير بالنسبه لنا. الموت ديال الفنان السي محمد الشوبي، الصديق اللي تعرفت عليه وطأت قدماه مدينة الرباط من أجل التحاق المعهد العالي للفن والمسرح والنشط الثقافي، فتوضت العلاقة والصداقة ظلت مستمرة إلى يومنا هذا. ولكن يبقى سي محمد الشوبي الفنان صاحب المواقف، فنان الإنسان. شخصيا أنا مدين له بمواقفه. رجل شهم، كان يخاف في الحق لومة لائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه في ساحة جناته، ويلهم أهله وذويه وزملائه وأحبائه جميع الصبر والسلوان. اخر حوار كان دار بينكم وبينه؟ آخر حوار كان دار بينه وبينه مباشرة بعد المشكل اللي كان وقع لي معاه، ماشي مع عفوا المشكل اللي كان وقع لي مع القناة. المشكل اللي كان معروف، فأول من تبنى القضية هو السي محمد الشوبي، هو اللي نشرها، هو اللي خلاها تفوع على السطح وتخرج للعلن. فاتصلت به لأشكره. هذا كان الاتصال آخر تقريبا اتصال. من بعد منها فقط يعني الرسائل بيناتنا يعني كتابيا. هذا الشيء اللي وقع. طبعا بعد مرض طويل والكل يعرف المحنة اللي مر فيها، كان الله يرحمه حتى الدقيقة الأخيرة هو مبتسم للحياة. كان فرحان رغم الآلام، رغم المرض اللي كان فيه، كان مبتسم للحياة. وكيف لاحظ الجميع بأنه يعني رغم المرض ديالو خرج من لاكلينيك ومشى صور فيلم اللي أثنوا عليه للمنظمين ديال الفيلم، لا الأصدقاء ديالو، بأنه يعني مثل أحسن تمثيل. يعني هذا هو النضال. كان دائما يعني يناضل من أجل تحسين الوضعية ديال الفنان المغربي. كان دائما واقف مع الفنان أينما كان. الله يرحمه والله يرحم جميع الفنانين اللي غادرونا في هذه الأيام الأخيرة، والله يصبر العائلة ديالو الكبيرة والصغيرة، وإنا لله وإنا إليه. سير غاويك الهجوم عليه من طرف الإسلاميين بسبب أنه كان كيدير تصريحات شحال هذه. شكرا، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. الآراء ديالو بكل شجاعة وصراحة والصديق، لأنه خدم معايا في أعمال كثيرة في فرنسا وهنا في المغرب. ودائما هو الطيب البشوش اللي كيساعد الأصدقاء ديالو، اللي كان دائما واقف مع الممثلين، دائما كيدافع عليهم. وهذا نتمنى ان شاء الله ربي يغفر ليه ويتوب عليه ويقيمه ان شاء الله في جنته. بعد الوفاه ديالو خرجوا بعض الانتقادات انه كان داير تصريحات قبل كيقول لك لا يجوز اننا نترحموا عليه، هو كافر. وشنو التعليق ديالك على هاد الاسلاميين اللي كيديروا بعض الخرجات؟ الحقيقه يعني كنشوفوا من المؤسف انه مسلمين، حنا مسلمين، انه نقولوا شي حاجه خايبه في الميت. والله سبحانه وتعالى ما كرم الميت، واللي كنطلبوا ليه هو الرحمه، وندعيو ليه كاملين كيف ما كان الانسان. راه كاين التوبه وكاين باب الله مفتوح، باب التوبه مفتوح. فالله سبحانه وتعالى هو اللي يقرر في عباده. فمن اللي كنطلب من المغاربه كاملين انهم يترحموا عليه ويطلبوا الله انه يغفر ليه ويرحمه اليوم غادرنا أخ وصديق وزميل وحبيب وإنسان رائع، الفنان محمد الشوبي، اللي هو قامة وقيمة في هذا الوطن، اللي فنان أعطى الشيء الكثير للساحة الفنية، ومسيرته تبارك الله غنية بالأعمال الفنية في المجالات الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية. فهو فنان كامل، وكذلك فنان مثقف وملتزم بقضاياه وقضايا الفنانين وقضايا الوطن. فهو يحب وطنه ووطني إلى حد النخاع، يحب جميع الشعب المغربي، وكان دائما يتكلم بحرقة على مجموعة من القضايا الإنسانية، ماشي داخل الوطن حتى خارج الوطن. فهو فنان فوق كل اعتبار، يعني فنان ورمز من رموز هذا الوطن.
فالله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار ويسكنوا فسيح جناتي. قلنا بعد في الوفاه ديالو خرجوا بعض الاصوات تيقول لك لا يجوز طرحهم عليه بسبب التصريحات ديالو اللي كان دار قبل كيقول بلي كافر. شنو تعليق ديالك على الاسلاميين اللي كيديروا بعض التصريحات؟ حشومه انك يتقال شي كلام في حق سيدي محمد الشوبي على الاراء ديالو، لانه هو حر في الاراء ديالو، والاراء تتبقى شخصيه، فمن حقه انه يطرح الاراء ديالو بكل حريه وبكل تلقائيه. فما يمكنش ان نصادروا حق الراي لاي فنان او مثقف او مفكر او مواطن كيفما كان نوعه. فهو كان فنان ملتزم بقضايا المجتمع ديالو، وكان يحب وطنه وكان وطني، فهذا ماشي سهل. فسيدي محمد الشوبي كان انسان فوق العاده، كان يهتم ماشي بالقضايا الانسانيه داخل الوطن بل بالقضايا الانسانيه، كان يهتم بالقضايا العادله للمجتمعات. فسيدي محمد الشوبي رمز من رموز هذا الوطن، وما يمكننا نقولوا عليه الا الكلام الطيب. والله يرحمه والله يرحمه ويسكنوا فسيح جناته. والتلفزه المغربيه فنان اللي عنده غيره على بلاده وعلى الوطن ديالو. انا كنسميه مناضل، هو فنان شامل كاتب وشاعر، واللي كان كيحب الوطن ديالو وعنده غيره على الفن ديالو. فكنتمنى كنقول الله يرحمه والله يغفر ليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اخر مره كانت اخر مره تلاقيتي اخر مره واخر عمل ديالنا اللي الان راه كيدوز في القناه الاولى فوق السلك، اللي اشتغلنا جميع، وهو مسكين في بدايه المرض ديالو، واخا المعاناه ما خلاناش نحسوا بالمرض، ما خلاناش نحسوا بحتى شي حاجه، وادى الدور ديالو على احسن وجه. شكرا لكم. ايوا اليوم تلقينا الخبر ديال الوفاه ديال السي الشوبي الله يرحمه. تألمنا بيان سور، فقدنا صديق، فقدنا رائد من رواد الفنانين في المغرب. يعني السيد اللي خدم عطى حياته كامله للفن بصفه عامه، والسينما والمسرح والتلفزه وحتى الكتاب بصفه خاصه. يعني كان مقاوم، كان رجل كيخدم ما كيحطش يديه، دائما خدام، العقل ديالو ديما خدام. وبحال اللي قلت لكم كان صديق قريب ديال عائله دميكري، افتقدناه كاملين، كنطلبوا من الله يرحمه والله يغفر ليه ان شاء الله يا ربي امين، والله يصبر عائلته القريبه، والله ييسر لكم الخطوات. الحوار كان دار بينه وبين عائله ميكري، شنو هو الحوار كان بينه هو وبين عائله ميكري؟ هادي كون انه كان مقرب، يعني كان دائما الزياره كيزوروا عائله ميكري، دائما كان قريب. يعني كان مع الاب ديالي الله يرحمه، ولا مع العموم ديالي، ولا يعني معايا حتى انا. فكنا دائما كنتلاقاو وكنهضروا على الفن. كان الهم ديالو هو الفن، هو شنو هما المشاريع المقبله اللي نديروهم باش ننميو الثقافه ديال البلاد. هادو هما لي سوجي اللي كان واحد السيد اللي كيحب الحياه، مشى عند الله الحمد لله. الله يرحمه الله يرحمه يا ربي الله يرحمه.